السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في جدل رياضي جديد، لايك وشير واشتراك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. معانا النهاردة بإذن الله تصريحين، واحد لعمرو وردة والعدالة، ومعانا واحد للأستاذ ميدو أفندي طبعا. نبدأ بمين؟ نبدأ بعمرو وننهي بميدو عشان لهم روجة الاتنين. معنى التصريح بتاعه بيقول لك ايه؟ عبارة يعني بيقول لك ان الدوري المصري ده كان هيكون رقم واحد لو فيه عدالة مصرية، والعدالة بتطبق على نادي ايوه ونادي لا، وان المفروض النادي الاهلي يتخصم منه 6 نقاط، وهذا يشوه صورتها، يعني صورة المسابقة. طيب، اللي بيشوه صورة المسابقة او بيشوه صورة مصر كاملة اللي هو بيتحرش، ليه القواضي تحرش، واظن ان انت تاريخك كله ما هو الا مجرد تحرش. مين انت كعمرو وردة يعني؟ النادي الاهلي بظهر ايده ورماك اخر الدنيا وما استعبركش تاني، ولا حتى فكر في يوم من الايام ان هو يجيبك. تاريخك ايه؟ لا مع منتخب ولا انديه ولا اي حاجه، انت بتتسول يا ابني، بتتسول. وبعدين اذا كان على العداله يا عم، ماشيين من غير عداله، والنادي الاهلي قوي بياخد المفروض يخصم منه 90 نقطه، مش هقول لك انا 6 نقاط، واخدهم عافيه. اللي زيك انت ما يتكلمش، انت اللي زيك ما يتكلمش على مستوى الصورة، او ان الصورة تطلع كويسة، او ان الصورة تطلع حلوة، او الصورة يضحك عشان الصورة تطلع كويسة. اللي زيك انت ما يتكلمش في النقطة دي، لان انت من بدأ بالتشويه الصورة اساسا. صورة اللاعيبة المصرية، شوف صلاح، شوف مرموش، شوف حجازي، شوف الناس اللي احترفت بره، بتدي صورة لمصر ازاي، وانت كنت بتديها صورة ازاي؟ انت بتديها بالتحرش يا ابني، انت ليك جواد تحرش هناك. لما تيجي تتكلم عن النادي الاهلي ما تتكلمش اللي زيك، انت ما تتكلمش لسانك اساسا نجس، ما تتكلمش عن النادي الاهلي. وده اخرك في الكلام، ده اخرك في الكلام. مش هي... ما... مش هنرد عليك اكتر من كده، لان احنا لما نرد بنرد على ناس يعني كويسه. انما انت لما تيجي تتكلم على العداله والصوره، ان الصوره تطلع حلوه ومش عارف ايه، وصوره الدوري ومفيش عداله ويطبق على، يا عم مش ما يطبق على النادي الاهلي لانه قوي من الاخر، لانه مش هينفع معاكم غير كده، مش هينفع مع اللي زيك غير كده. هي دي مش لوائح وقوانين؟ بيمشوا باللوائح والقوانين. اللي زيك ما يعرفش، زي اللي زيك انت يعرف حاجات تانية، بتمشي ورا خرائط كده. اركن عمنا المتحرش، ونخش على تصريح ميدو. بيقول لك في تصريح ميدو فيما معناه، بيقول لك ان في 2 لعيبه من النادي الاهلي طلبوا ان هم يجلسوا معاه وينضموا لنادي الزمالك، وهو رفض، او عشان الزمالك ليس بحاجه لهم. طيب، ده منطلق اني اقدر اقول لك انك انت والله العظيم، والله العظيم، انت لو تقدر تعمل حاجه زي كده لكنت عملتها، لكن انت بوج بس. وبعدين مين اللعيبه اللي ممكن تقعد معاك انت؟ مين اللعيب اللي ممكن يسيب النادي الاهلي ويجي لك انت عشان فلوس ياخدها من الفيفا، عشان يفضل يجري وراك، عشان لما يتصاب يترمي زي حمدي؟ مين؟ مين هيفضل يجي انت حتى يعني يوم ما هيحب يجي لك مش هيجي لك لعيبه في ستار من النادي الاهلي زي حسين الشحات مثلا، زيزو ممكن يرجع لك، امام عاشور، بن شرقي، آه، وسام ابو علي، العالم دي، قفشه، يعني اي حد. يا ريت انت علي معلول عايز، يعني عملت المستحيل عشان خاطر ان هو يرضى ان هو يجي نادي الزمالك او يروح بيراميدز، ما حدش يقدر يجيبه لانه طالع من نادي بياخد حقه دايركت. ده لو راح نادي بيراميدز اشرف ليه، لانه هياخد حقه، لانهم برضه واكلين مال الناس. لكن انت هيجي لك بمؤامره ايه؟ هيقعد انت يوم ما هيجي عندك ممكن كده ممكن يجي لك نتف واستبعد، عبد الفتاح ممكن، دول اللي تقدر عليهم، لان دول الاهلي برضه هينفضهم بايده. انت بتاخد اللي بيقع من النادي الاهلي، اللي يعني اللي مالهش لازمه يعتبر في النادي الاهلي او الجماهير رافضاه، وتقول ان انت ده، انت لو يا راجل لو قدرت تاخد ناشئ من النادي الاهلي، ناشئ من النادي الاهلي، هتعمل عليه حفله لمده 10 سنين عشان تضاري خيبتك. لعيبه من النادي الاهلي قعدت معاه
بأمارة ايه؟ بأمارة انك ده انا واحد من ضمن، لو حبيت ان انا اقعد معاك عشان يا عم ان انا هشتغل، مش هقول لك ان انا هكون لعيب مثلا في نادي الزمالك، لا هشتغل في نادي الزمالك ان شاء الله حتى الم جزايز. وطلبت ان انا اشتغل، انا هقول لك لا اديني، مش هقول لك اديني اديني مدة العقد كامل واضمنك مني انا يعني كده اجر وراك وتفضل تخصم. ده الواد طلب ب 1700 فرنك او يورو، عشان طلبه محاسبا خصمته منه 250 الف جنيه. وازاي يفضحكم الفضيحه دي؟ ما انتوا كده كده مفضوحين. هتزمر وتخبي دجنك ليه؟ ايه اللي هيخليك انك انت تزمر وتخبي دجنك؟ يا ميدو لما تيجي تطلع عشان تضحك على جماهير نادي الزمالك، اضحك بحاجه يعني، اضحك بحاجه عليهم تكون بعيده عن النادي الاهلي، لان ما حدش هيصدق. والله كجماهير النادي الاهلي اول ما بتقول الكلام ده انت بيقعدوا كده عاجلين رجل على رجل ويقعدوا يضحكوا عليك. حرفيا بيقعدوا يضحكوا عليك. زي التصريح بتاعك بيقول لك انا بيقابلوني جماهير نادي الاهلي بيقولوا لي احنا بنحبك يا كابتن عشان انت حقاني وزملكاوي. فيها اسقاط انك انت زملكاوي عشان زملكاوي حقاني؟ بالعكس، انا ما شفتش واحد اعلامي زملكاوي الا من رحم ربي بيقول كلمه الحق، الا سكريبت ولجان، واظن طلعتوا اتفضحتوا في المشوار ده، ولجان موثقه في كل حته وفي كل يعني. ده انتوا يا ريت، ده انت احمد حمدي ده، يعني حمدي ده انتوا شردتوه عشان واحد طلع حسبا عليكم، مش طايل منكم حاجه. فلما تيجي تتكلم وتقول لعيبه قول من بيراميدز، وقول من الاسماعيلي، وقول من الاتحاد الاسكندري، وقول من المصري، وقول من سيراميكا، من البنك الاهلي، من فاركو، الحته دي ماشي. انما 2 لاعيبه من النادي الاهلي انا اتحداه، والله العظيم والله العظيم، وبيحصل ما يحصل كده لا اطلع اعتذر لك في فيديو مخصوص واسجف لك لو حصل. لو جبت عامل من النادي الاهلي، عامل من النادي الاهلي وديته الزمالك بحقه، ده انتوا لا عمال واخدين حقه ولا لعيبه ولا، يا ريت انتوا جمهوركم مش واخد حقه منكم. جمهور نادي الزمالك مش واخد حقه منكم، حاطينه في موقف زباله، حاطين جماهير نادي الزمالك في موقف زباله، موقف لا يحسد عليه. بتطلع من كل البطولات وكل يعني، ارحموا الجمهور ده والله العظيم، ارحموه شويه. جمهور اقسم بالله ما يستاهل منكم كده. اداره فاشله، لعيبه فاشله، حياه، كل حاجه عندكم فشل فيها. انتوا لما بتعملوا لمناصبكم الشخصيه او حياتكم الشخصيه، ما بتعملوش للجماهير اللي هي اساس الفضل عليكم في غناكم وفي لعبكم وفي كل حاجه. النادي الاهلي اذا كانت اداره لعيبه كله بيعملوا له الفضل عشان الجماهير بتقف كده. محمود الخطيب في عز مجده ومجده في الاداره، لما بيغلط غلطه الجماهير بيزوم عليه وعايز باخر طرف ايده كده يطير اخر الدنيا، وبيرجع بيعمل للجماهير، لان الجماهير دي هي اساس الكوره، هي اساس الكوره. فما تتكلمش عن النادي الاهلي تاني عشان الناس هتضحك عليك، هتعمل لك نكته، هتعمل لك نكته يعني. لو واحد جبل واحد اهلاوي كده يقول له ميدو يضحك للصبح، لانك عارفك اضحوكه وش وخلص. ودمتم في امان الله. السلام عليكم.